تلبسين شيء ما تكونين مرتاحة فيه. Lose the scarf. The scarf? Why? If you're going to wear a dress like that, Clark, you have to wear it with confidence. حالة الأنوثة إلى مرحلة الرجولة. فهمتوا؟ هنا أنت عبرتي من الفيمينين إلى خلاص هنا أنت صرتي بخالد. قلة أدب. هنا بيحمدون ربهم كل يوم إنك طلعتي من حياتهم، طلعتي من المكان اللي أنت كنتي فيه. Hi and welcome back to my channel. My name is جوجو. مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اسمي هو جوجو. اليوم أنا حابة أتكلم في موضوع مرة مهم، واللي هو كيف تخلي أي شخص ينجذب لك ويحبك ويحترمك ويقدرك، وهي من خلال قوة شخصيتك والكاريزما حقتك. أول شيء إيش الفرق بين قوة الشخصية والكاريزما؟ قوة الشخصية هي إنك تعبر عن آرائك وأفكارك ومشاعرك دون الخوف من النقد أو الإحراج. الكاريزما هي إنك يوم تدخل في مكان أول شيء لازم تسويه هو الآي كونتاكت مع كل اللي موجودين في المكان، وابتسامة هادئة وناعمة، ومع ترحيبة بسيطة مثلا مرحبا كيف حالكم، أو صباح الخير كيف حالكم، كذا مع ابتسامة خفيفة وترحيبة بسيطة. هذه هي الكاريزما. أنا بعطيك الحين 5 نقاط عشان تشتغلون عليها عشان تقوي شخصيتك وتطور من الكاريزما حقتك. أول شيء هي الثقة بالنفس. هذه أهم عامل أساسي صراحة في بناء قوة الشخصية، الثقة في النفس. مثلا خلوني أعطيك مثال. خلينا نقول إن شخص عنده ندبة في وجهه أو جرح قديم في وجهه، يحاول دائما إنه يغطي وجهه كذا عشان الناس لا تشوف. هذه الثقة في النفس 0. انك تحاول تخفي عيب موجود في وجهك او في جسمك، هذه ما فيها ثقة في النفس. بالعكس، اعتبر ان هذه هي جزء من حياتك، جزء من قصتك، جزء من كل شيء فيك. لا تحاول تخفي شيء، جرح قديم او عيب خلقي او اي شيء موجود في جسمك. هذه كمثال بسيط، يعني شيء انت ما بحابه لا تحاول تخفيه. عندك مثلا الممثل ريثيك روشن، عنده 6 أصابع في يد اليمين أتوقع. هو ما حاول إنه يسوي تجميل على الموضوع ده ولا إنه يشيل الإصبع هذا، بالعكس إن الموضوع هذا ميزه عن الباقي، واعتبر إن الإصبع السادس هذا اللي موجود عنده هو جزء من حياته، جزء مني أنا. ليه أخفيه طيب؟ ليه أشيل عشان الناس لا تنتقدني؟ هذه هي الثقة في النفس. هذه الثقة في النفس العالية، إنك متصالح مع نفسك. أوكي. ثاني شيء المظهر الخارجي. اللي أقصده في المظهر الخارجي إنك لا تلبسين شيء ما تكونين مرتاحة فيه. Lose the scarf. The scarf? Why? If you're going to wear a dress like that, Clark, you have to wear it with confidence. يوم إنك تلبسين شيء ما يناسب جسمك ولا يناسب شكلك ولا الألوان تناسبك، مثلا هنا انتي ما بتكونين مرتاحة في جلستك. خلينا نقول انك لبستي لبس مرة تايت وتحاولي تخفي منطقة الكرش هنا، فيوم تجلسين كذا، يعني هذه ثقة في النفس هنا معدومة، عشان ان الملابس اللي انتي لبستيها ما انت مرتاحة فيها، فتحاولين انك تخفيها لا فلان او فلانة تشوف بطنك طالعة من هنا ولا كرشك بارز ولا. فهمت علي؟ فالأفضل إنك يوم تختاري الملابس، اختاري الملابس اللي fit on your body، اللي تناسب جسمك، تناسب الشيب حقك، تناسب المكان اللي انت رايحت له. وثاني شيء اختاري الألوان اللي تناسبك، اللي تناسب بشرتك. لا تمشي مع الترند. لو بغيتي نصيحتي، هذه النصيحة أقسم بالله هذه النصيحة بتشوفينها طول الوقت. الألوان الترند الأولد ماني. لو ما تعرفين كيف تنسقي ألوان ملابسك، شوفي ألوان الأولد ماني كيف ينسقونها. هذه بتعطيك طابع، أنت كنفسك بتعطيك راحة نفسية بسبة الألوان الهادئة
اللي تسبب راحة نفسية للشخص. وثاني شيء الأشخاص اللي يشوفونك كيف إنك مطقم الألوان، فهمتي، بيحسون إنك إليجنت. هذا ما له داعي إنك تشتري براندات ولازم تشتري الأغماس لوي فيتون وما أدري إيش. لا لا لا، أشياء سيمبل فيت ماي بادي، ألوان تناسب بشرتي، والأفضل إنها تكون ألوان الأولد ماني. هذه مرة إليجنت، مرة كلاسيك، مرة شيك، وترند طول أيام السنة، صدقيني. ثالث نقطة واللي هي نبرة صوتك. خلي نبرة صوتك ناعمة وهادية ومسموعة. أنا مو قاعدة أقول لك إن نبرة صوتك خلي تكون ناعمة وهادية بدرجة إن الناس اللي قدامك مو سامعين أنت وش قاعدة تقولين. ترى هذه يوم إنهم ما يسمعون أنت وش قاعدة تقولين، هنا ثقة بالنفس نول، صفر. ما في ثقة في النفس هنا، بيحسوك إنك مرتبكة وخايفة إنك تتكلمي، فهمتي؟ فخلي نبرة صوتك هادئة وناعمة ومسموعة، ولا تخلي نبرة صوتك أعلى من نبرة صوت اللي قدامك. لو نبرة صوتك عبرت صوت اللي قدامك، هنا حنا عبرنا مرحلة الأنوثة إلى مرحلة الرجولة، فهمتوا؟ هنا أنت عبرتي من الفيمينين إلى خلاص، هنا أنت صرتي بخالد. أوكي؟ فخلي نبرة صوتك ناعمة وهادية ومسموعة، ولا تخلي نبرة صوتك ترتفع أعلى من الشخص اللي قدامك، أعلى من مستوى نبرة صوت الشخص اللي قدامك. رابع نقطة واللي هي الأهم، خليك دوم مستمع أكثر مما تكوني متحدثة. هنا لو بغيتي تجذبي انتباه الشخص اللي قدامك، لا تحاولي تثبتي نفسك، لا تحاولي تثبتي وجودك. خليك دايم ريلاكس ومستمعة، واجلسي كذا باستقامة، لازم ظهرك يكون كذا مستقيم. اوكي، وسوي الاي كونتاكت مع الشخص اللي قدامك اللي قاعد يتكلم، واسمعي لين الاخر، لا تحاولي انك تقاطعي الاشخاص. اوكي، ويوم الشخص يكمل السالفة اللي هو كان قاعد يتكلم فيها، خذي اخر كلمة وادمجيها في سؤال عشان يحس انك صدق مهتمة في الموضوع اللي هو كان قاعد يتكلم فيه. تخيلي انك قاعدة تكلميني في موضوع وانا قاعدة العب في الجوال، هنا انت تبين تسدين الموضوع باي طريقة. يعني هنا يعني انا ما وريتك احترام حق موضوعك واني انا مهتمة فيه اصلا، فهنا انت ما تحبين تكملين في الموضوع هذا. بس لو اني انا مركزة معاك في الموضوع وقاعدة اسوي لك حركات كذا ايماء في الرأس وكذا، اني انا متجاوبة معك في الموضوع والموضوع هذا يهمني صدق، هنا انت بتقدريني، فهمتي؟ فحاولي دايم لا تكوني الشخص المتحدث في المكان، كوني الشخص المستمع. عندي صديقتي مرة كانت في كونفرنس، فتعرفون ان ميلان between the conference في باوس، فهم يوم خذوا الباوس هي شافت ان الناس متجمعة كذا في مكان، فهي حبت تشوف ايش اللي فيه هناك. يوم راحت هناك هي شافت ان في شخص كان قاعد يتكلم ما كان قاعد يتكلم عن نفسه ابدا، هو كان قاعد يسأل اللي موجودين حوله، انت ايش هو شغفك في الحياة، انت ايش هي طموحك في الحياة، انت وش هي احلامك، فهمتي؟ فهو كان قاعد يعطي حق كل شخص فرصة انه يعبر عن نفسه، وهنا هو اعطاهم فرصة انهم يتكلمون عن نفسهم وما تكلم عن نفسه، واعطى شعور حق كل شخص موجود انك مهم. اعطى شعور حق الموجودين هناك ان كل شخص موجود هناك كان قاعد يتكلم عن نفسه هو شخص مهم. فعشان كذا الناس انجذبوا له، الناس كانوا يتكلمون معه، كانوا ذا اللي يقول ان انا مشاريعي كذا وذا اللي يقول، وهو كان مجرد مستمع وكان ياخذ اخر كلمة وكان يوصلها في سؤال ويفتحها حديث جديد. فالافضل عشان تكون كاريزمتك قوية، حاولي انك تكوني مستمع اكثر مما انك تكوني متكلمة. اخيرا وليس اخرا عشان ما اطول عليكم الموضوع، دايم انهي كل شيء بمودة واحترام وتفاهم، سواء كان في العمل relationships او اي relationship كانت في الحياة.
حاولي إنك تنهي العلاقات بشكل ودي ومحترم ولبق. لو بغيتي إن الناس تتذكرك وتتحسف إنك ما أنت موجودة في حياتهم، حاولي إنك تنهي كل شيء بأدب واحترام، عشان يوم يتذكرونك يقولون حسافة إن هذا الشخص ما هي موجودة معانا الحين، يا ليت هذا الشخص كان موجود معانا الحين. تذكرون كيف كانت محترمة، تذكرون كيف سوت كذا. بس تخيل لو إنك أنهيتي العلاقة هذه في نزاعات، في شتائم، في قلة أدب، هنا بيحمدون ربهم كل يوم إنك طلعتي من حياتهم، طلعتي من المكان اللي أنت كنت فيه. فالأفضل لا تزرعين أشواك في طريق أنت مشيتي فيه، ما تعرفين يمكن في يوم ما بتحتاجين الطريق هذا. وبس إن شاء الله حبيتوا هذا المقطع، وإن شاء الله ما طولت عليكم. لو بغيتوا جزء ثاني عشان ندخل في تفاصيل الموضوع هذا، فاكتبوا لي في الكومنت عشان نسوي مقطع ثاني إن شاء الله. واللي حبيت أقوله أن الثقة بالنفس والقوة الشخصية والكاريزما حنا ما نولد معاها، بالعكس حنا نطورها. كل يوم أنت قاعد تطور من نفسك، كل يوم في حياتك هو بناء حق شخصيتك، فحاول أنك تستثمر اليوم هذا بشكل إيجابي. شكرا.